لو فاكر انك محتاج بادجت كبير قوي او ميزانيه عاليه قوي عشان تعمل براند قوي تبقى غلطان. في براندز كتيره جدا بدات ويز لو بادجت بميزانيه قليله جدا. ازاي ده حصل؟ بالتفكير الذكي مش بس بالفلوس. اهم 5 خطوات تخليك تعمل حمله قويه بميزانيه قليله. اول حاجه لازم تعرف جمهورك كويس جدا. لازم تحدد الجمهور الحقيقي للمنتج بتاعك، لانك لو حددت الجمهور الحقيقي او التارجت اودينس للمنتج بتاعك هتصرف عليه بالظبط، وبالتالي مش هتهدر الفلوس على ناس ما يهمهمش المنتج بتاعك. كل ما صرفك يقل كل ما نتيجتك هتزيد، لانك محدد بشكل كبير مين هم الجمهور. ما تستهدفش كل الناس، استهدف الناس اللي محتاجه المنتج بتاعك فعلا. تاني خطوه اعتمد على المحتوى مش الاعلان. اعمل فيديوهات قصيره، قصص حقيقيه، شهادات من الكاستمرز بيفور اند افتر. المحتوى القوي بيوصل اورجانيك كويس في البدايه وبيوفر عليك فلوس كتير. ثالث خطوه استخدم السوشيال بروف. خلي العملاء هم اللي يسوقوا لك. استخدم مايكرو انفلونسرز بشكل كبير، صور ريفيو والناس بتصدق الناس ما بتصدقش الاعلانات والشركات. رابع خطوه اتعاون مع مايكرو انفلونسرز. المايكرو انفلونسرز هم المؤثرين اللي عندهم عدد محدود من الفولورز ولكنهم بيتمتعوا بثقه ومصداقيه اكتر بكتير من المشاهير. لو واحد عنده 10,000 متابع بس جمهوره بيصدقه مهم جدا للمنتج بتاعك. خامس خطوه جرب وقيم وعدل. يعني ابدا ببادجت قليل، جربه شوف جاب نتائج قد ايه، عدله زود بعد كده، عدل الكاستمرز تارجت اودينس. استخدم تراي اند ايرور، استخدم تيستنج باستمرار. التجربه اهم ما في الموضوع واهم بكتير من الميزانيه. بالمناسبه اغلى واكثر حملات الاعلانيه تكلفه هي اللي بتتصرف من غير خطه. وقبل ما تمشي يا ترى ايه الحاجات اللي هي لو اتعملت صح هتوفر نص الميزانيه اللي انت بتصرفها في اعلاناتك؟